تخيل يا صديقي انك تكون ملك الشياطين، ولما تعمل اعادة احياء تلاقي نفسك طفل بشري مع البشر اللي كنت عاوز تدمرهم. اهلا بيكم، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب لان ده فعلا بيساعد. ويلا بينا نكمل الانمي بتاعنا من فلاش باك قبل سنتين من الوقت الحالي. بنروح لاكاديمية السيف وبنشوف سيليا وهي واقفة في ساحة تدريب ضد روبوتات، وبتفشل قدامهم وبتقول لنفسها التقنية اللي علموها لي اخواتي محفورة بذاكرتي، لو كانت السيوف المقدسة مظهر للروح فلازم انه يظهر على مظهر سيف. وبتقوم عشان تحاول تاني، بس ميوسيل بيفصل الروبوتات وبيقول لها بطلي محاولة ملهاش لازمة، انت مش محتاجة لتدريب، انا مش قلتلك اني هسمح ليكي تنضمي لفريقي؟ بتقول له سيليا لا شكرا. فبيكمل وبيقول لها هتفضلي لحد امتى بيت عندي وانت اللي ما عندكيش سيف مقدس؟ بتتضايق ريجينيا وبتجري وبتفعل السيف المقدس بتاعها. بيقول لها على فكرة بيحظر استعمال السيوف المقدسة في الخلافات الشخصية وبيسيبها وبيمشي. بتقول ريجينيا ان لو سيليا ايقظت سيفها المقدس هتتخلص من شخص زيه في لحظة واحدة. بتقول لها سيليا مش ده السبب اللي عاوزة السيف المقدس عشانه، وبعدين بتسأل هل هحصل عليه فعلا؟ وبنرجع للوقت الحالي وبتصحى سيليا من النوم وبيكون واقف ليو جنبها. بتقول له سيليا مش انا كنت في الحمام؟ قال لها انا شلتك واستعملت السحر فما لمستكيش. فسألته سيليا انت مين بالظبط؟ قال لها انا اعادة تجسيد لسحر قديم، على ايامي كان السحر مهارة بيتقنها البشر، وباستخدام القدرات دي قدرت اعيد احيائك احد مرؤوسيني. بتقول له يعني ما كانتش قوة سيف مقدس؟ رد وقال لها دي تعويذة مستوى 10، بصراحة كنت براهن بده بس النتائج طلعت اكبر مما توقعت. انت حاليا يا سيليا سان افضل الخالدين، ملكة مصاصين الدماء. كمل ليو قال لها حالتك الضعيفة البارح كانت بسبب نقص المانا عندك، عشان كده كنت عاوزة دمائي، ودي استجابة طبيعية عشان ضروري تجددي مخزون المانا الخاص بيك. فقالت له سيليا يعني موتي ده امر حقيقي؟ قال لها انا اسف، ما كانش عندي غير الطريقة ديت لانقاذي. قالت له سيليا ممكن اتكلم عن نفسي شوية؟ اتفضلي يا بيبي طبعا يعني. المهم قالت له هي عندها 9 سنين الفراغات هجمت المدينة، كانوا اعداد كبيرة وعائلتي كلها كانوا سيافين مقدسين وقتلوا لحماية سكان المدينة وماتوا. انا ورجينيا اللي نجينا في الملجأ تم اخذنا الى عهدة اكاديمية السيف ديت، وكانوا متوقعين مني كتير عشان دماء المبارزين اللي بتجري في دمي، وانا فكرت ان محاربة الفراغات هتسرع من ايقاظه، عشان كده شاركت في المهمات الخطيرة. بتكمل سيليا وتسأله تفتكر ان لسه هقدر انعم بقوة السيف المقدس مع كوني مت؟ قال لها مش عارف، بس انت هتكوني اقوى بكتير من الاول. بيلبس ليو زي الاكاديمية وبيروح هو وسيليا عشان ياكلوا، وبتسأله هو انا ممكن اكل عادي لسه؟ بيقول لها ليو انت مصاص الدماء من النخبة، تقدري تعملي اي حاجة بس جهازك الهضمي مش فعال قوي عشان يحول الطعم لمانا. بيقول لها ليو تختار هي الاكل وهو هيدفع، وبيطلع عملة ذهبية اسمها رايدور وبيقول لها واحدة من دي تقدر تشتري المطعم ده كله. بتقول له سيليا بس دي ما ينفعش تستعملها هنا، هما بيقبلوا بطايق الائتمان بس للدفع. قال لها بس على الاقل لو ملهاش قيمة المفروض الذهب يكون قيمته عالية. قالت له لا، الفضة المزورة كيميائيا اكتر قيمة منه. بيقول ليو لنفسه وهو بيصيح يعني كده ال2000 عملة اللي احتفظت بيهم عشان اعيد بناء جيش ملك الشياطين ما بقاش ليهم قيمة. بنسمع جدال وبنلاقي واحدة واقفة مع 2 رجالة وبتقول لهم انا دفعت اللي بدين بيه. قال لها واحد منهم انت بتراكمي الفوائد كده؟ قالت له ممكن تستنى لحد ما اخد مرتبي الاسبوع الجاي. قال لها من دون ده ما اقدرش. وتاني بيبدا يضايقها فطلع سيفها وتضربهم وتقول لهم انا طالبة هنا ومش ههرب لاي مكان، تعالوا الاسبوع الجاي عشان تاخدوا فلوس. وبياخد باله ليو من مهاراتها في السيف. وبتروح سيليا تسالها مين دول، وبنعرف ان اسمها ساكويا، فبتقول لها انهم حراس النادي اللي هي راحت له البارح. فقالت لها سيليا انت مش كان عندك حصص تعويض للامتحان اللي سقطت فيه؟ قالت لها فعلا واسفه اني ما جيتش معاكي للمهمه، بعد ما خلصت حصص التعويضيه رحت عشان احاول ابقى غنيه، بفضل ده بقيت فقيره. وبتبص على ليو وبتقول له عمله قديمه ها، انت بقى طفل مستخدم السيف المقدس؟ قالت لها سيليا انا قلت لك قبل كده. وبتعرف ليو ان ساكويا هي المهاجمه الرئيسيه لفريقهم، وبالرغم من انها لسه جديده بس هزمت فراغات كتير بنفسهم وقليلين جدا اللي عملوا الموضوع ده. بيتعرفوا على بعض وبيسلم ليو عليها وبيقول في نفسه زي ما كنت متوقع ايدها ايد حد عايش عشان السيف. وبيقعدوا ياكلوا كلهم. وبيسال ليو ساكويا ان لبسها مختلف، فبتقول له انه زي تقليدي من وطنها اسمه اوران، وده تذكار من اختي الكبيره، قريتي كلها اتقتلت من الفراغات وعشان كده من واجبي قتلهم. بيجي بنتين بيقول لساكويا انك مدينه لينا بقالك يومين. بتقول لهم ساكويا استنوا الاسبوع الجاي لما تقبر. بتقول لها سيليا كل اللي بتعمليه هو القمار فعشان كده بتفشلي في الامتحانات. بنروح بعد كده للمكان اللي هيتم استجواب ليو فيه عن السيف المقدس الخاص بيه. فبتقول له المسؤول عن الاستجواب وريني السيف المقدس الخاص بيه. فبيطلع العصايه بتاعته. فبتقول له من نوع العصا يعني وايه قوتها؟ قال لها من النوع الداعم على ما اعتقد، بتعتمد على الموقف نوعا ما. بيبص ليو على الروبوتات وبيقول لها ايه ده؟ بتقول له سيليا محاكاه للفراغات انت هتحاربهم دلوقتي. فبتكون المسؤوله بتجهز صف من طليعه عشان هو من النوع الداعم. فبتلاقي ليو دمر المحاكيات كلهم وبيقول ليو لنفسه انا كنت عاوز اكبح قوتي. بتقول له المسؤوله مش انت من النوع الداعم ايه ده؟ قال لها ممكن تكون ضربه حظ. قالت له مستحيل يحصل ده، بيجي ناس كتير تتفرج. وبتقول المسؤوله ان ده بيحتاج تحقيق مطول وهعد محاكيات جديده. بيجي ميوسيل وبيقول انا اللي هتولى استجوابه باعتباري مبارز من الدرجه الاولى. فبيقول له ليو ما عنديش مشكله، اعتقد انك هتكون بديل لقومه القمامه اللي لسه مدمرها. بيفعل ميوسيل السيف المقدس بتاعه فبيفعل البنات اللي معاه
هم كمان. فبتقول له سيليا ان ده مش عدل انه يواجههم كلهم. فبيقول لها ميوسيل دي قدره سيفي المسيطره المطلقه، دول مجرد جزء من سلاحي. قال له اعتقد ان ده منطقي، كل اللي عليه اهزمك واللي معاك. بتقول له المسؤوله لو سمحت ليه باجراء استجوابك فهيبقى كده. بتقول سيليا انا كمان هقتله. بيضحك ميوسين وبيقول مفيش مشكله بس عندي شرط، لو خسرتي هتنضم الفريق. بيقول لي انا موافق، لو خسرت هتنضم الفريق بس لو كسبنا مش هتزعجها تاني. بتبص له سيليا فبيقول لها ما عنديش اي نيه في تسليم اي حد من مرؤوسيني لحيوان زيه. تطلب سيليا تستعمل سيف تدريب. بتقول المسؤوله ان اول من يستسلم او يفقد وعيه هيخسر، ولو الامور بقت خطيره هوقف القتال على طول. تبدا المعركه وبتبقى سيليا مبدع وليو بيكبح قوته. بتقول سيليا انت ناوي تستخدم البنات كدرع وتهرب ولا ايه يا مسيء؟ وبنلاقي ريجينيا جايه تجري بتقول انها اتاخرت في النوم ونسيت السكواب ليو. وبتدخل تلاقي سيليا بتحارب وبتهزم البنات وبتقرب من ميوسين وتقول له مفيش اي درع دلوقتي ولسه تضربه. بيستعمل سيفه المقدس عليها وبيحاول يسيطر عليها. بتثبت سيليا في مكانها بعد ما بيسيطر عليها وبيطير منها السيف وبيقول لها كنت من شويه رافعه طموحاتك وبعد كل حاجه هزيمتك ليا امر مستحيل اصلا ودلوقتي هتخلص من الولد المزعج ده. بنسمع سيليا وهي بتحاول تفك نفسها من التثبيت وبتقول انا هحمي ليو حتى لو ما عنديش سيف مقدس. فسبحان الله بيتفعل سيف المقدس ويبقى على شكل سيف. بتتخض ميوسين وبيقول هي قدرت تهرب من سيطرتي وتهجم عليه وتقطع سيف المقدس وبتوجه السيف ناحيته فبيستسلم ميوسين. بيفرح الكل وبنروح بعد كده للبيت بتاعهم وسيليا تشكر ليو فبيقول لها انه ما عملش حاجه. فبتقول له سيليا يعني ايه مرؤوسين؟ قال لها المرؤوسين موجودين عشان يحموا سيدهم. بتضحك سيليا وبتقول له من دلوقتي هتقوم اختك الكبيره بحمايتك بعد كده. وبيعملوا حفل طعام بمناسبه حصول سيليا على السيف وانضمام ليو للفريق 18 وبيسالوها هتسمي سيفك ايه؟ بتقول لهم لما اقدر اتحكم في كل امكانياته ساعتها هسميه. بيروح ليو بعد كده لغرفه الفيني عشان تسجل بياناته وبيطلب منها خريطه فبتدي له تاب بتاعها. فبيقعد يشوف الخريطه ويقول ان ده المكان اللي جيش يحارب فيه وبيقول ان في علاقه بين انتشار الفراغات ومواقع المعارك القديمه. وبينادي على بلاكوس فبيظهر وبيقول له قول لي كل اللي اعرفه. بيقول له بلاكوس ان الجزيره دي فيها نواه تحت الارض مجهزه ببلوره مانا ضخمه البشر سموها محطه طاقه. قال له ليو ان الكيجين استخدم بلورات مانا لتشغيل قلعته، هل هم نفس الحاجه؟ قال له بلاكوس ان قوتها وحجمها مخالف زائد انها مجهزه بدوائر كهربيه معقده وتقريبا بتوزع المانا على المدينه كلها. بيقول ليو انها تقنيه مرعبه بس هيبقى كويس لو ضمناها لينا وبيطلب من بلاكوس يكمل بحث. بترجع شيري وبتدي له دونت وبتطلع شيبسي وحاجات كتير فبيقول لها كفايه تقارير عن الاكل عاوز معلومات. فبتقول له ان في المدينه دي محدش يعرف حاجه عنك يا ملك الشياطين او عن الحرب اللي حصلت من 1000 سنه. بيقول لي وغريب ان العالم ينسى الموضوع كده. نروح لغواصين تحت البحر وبيبلغوا ان مفيش اي علامات لوجود فراغات بس فجاه بيلمحوا كائن غريب بيقول اسم ليونيس وبعدين بيقتلهم. وبكده تخلص الحلقه الثالثه من الانمي ده. لو وصلت لحد هنا فسيب لي رايك في الكومنتات وقول لي اكمل تخليص للينيوس ولا لا، وما تنساش اللايك والشير وسلام.